يعني عادي كنت اعتبرهم انهم نايمين، لدرجه انه اخويا محمد كان جنبي كنت كل شويه اغطيه. جثث أهلها من حولها، ونار تتساقط من فوقها، ودماء تسيل أسفل منها، وجنود مدججون يحاصرون المكان من كل جانب. فتاة وحيدة بأطراف مصابة وبطن جائع وقلب مرتعب تقاوم الموت وهو ينقض عليها من كل حدب وصوب. صمدت في وجهه أياما طويلة حتى جاءت النجدة أخيرا بعد أسابيع. فما هي القصة؟ في 2/12 الساعه 11:30 تم قصف بيتنا، فاستشهد اختي تالا، وبابا وقع من الطابق السادس للأرض للشارع تحت. ماما ضلتها عايشة معايا 7 أيام بعدين استشهدت. أخويا سعد استشهد فوراً، ومحمد أخويا ضله صاحي 5 دقايق بعدين استشهد على طول. القصة إنه حاولوا في ناس يطلعوا ينقذونا بس ما قدروش في هذاك الوقت، اجت الكواد كابتر وصارت تطخ عليهم، وفي منهم استشهدوا كمان. ضلتني أنا لحالي 21 يوم متحاصرة. صار معي كذا موقف. طبعا كانوا اليهود محاصرين كل المنطقة. طبعا بعد كده انقصفت العمارة كمان بصاروخين وأنا موجودة فيها. الكواد كابتر اجت وصارت تحاول تطخ عليا، بس أنا كنت خايفة إنه الكواد تطخ عليا وتزيد إصابتي وما متش على طول، يعني كنت خايفة إنه أتعذب بزيادة. أنا كانت إصابتي في رجليا كانت شبه مبتورة، رجلي اليمين، والتانية برضو كانت مكسورة، يعني أنا عندي الإصابة بالرجلتين وما كنتش بقدر في هداك الوقت أتحرك. فلما كنت أطلب المساعدة أو إني بدي مية أو إشي، اليهود صاروا يحكوا يغلطوا علي. طبعا أول إشي قالوا يقولوا لي إنه ما عندناش مية، عندنا نسكافيه، يعني زي يتمسخروا كانوا. وكانوا يحاولوا انهم بدهم يطلعوا عندي، بعد صاروا ينادوا علي انت يلي بدك ميه وينك. فانا في هذاك الوقت خفت، لانه انا طبعا ما بقدرش اتحرك، خفت انه يوصلوا الي وما اقدرش اعمل اي شيء. فبعد كده انه صرت ادعي يا رب انت قادر على كل شيء، يا رب بس لو شويه ميه انه بس قبل ريقي. في هذاك الوقت والله ربنا استجاب لدعواتي وصارت الدنيا تمطر، بس انا ما فيش إمكانية إنه المطر يفوت عندي. فصرت أدعي بزيادة يا رب أنت قادر، بس شوية بس نتفى بس قبل ريقي وزي هيك. من السقف صارت تنزل المية على الفرشة اللي أنا فيها، يعني المية الفرشة امتلت مية عندي، فصرت أعصر الفرشة وأشرب منها. بس شربت نتفى لأنه طعمها ما كان سيء كتير. فالواحد في هيك ظروف بكون مجبور.